نروح لمحافظة الوادي الجديد اللي الإهمال فيها حول أقدم حديقة تراثية إلى مقلب قمامة واسطبل حيوانات. طبعا تفاصيل الخبر بتقول انه تسبب اهمال المسؤولين في مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد في تحويل حديقة ميدان الشعلة، والصور قدام حضراتكم اهي، الشعلة الى اسطبل للحيوانات وموقف للعربات الكارو ومقلب للقمامة. الصور الحقيقة معبرة جدا ومش محتاجة أي يعني مداخلة. اشتكى أصحاب المحل التجارية من مخالفات الباعة الجائلين المحتلين أسوار الحديقة، طبعا لأنه نتج عن هذا الاحتلال تشويه المنظر العام وأثر على حركة البيع والشراء. وأعرب الأهالي عن استيائهم لأنه البياعين مش بس احتلوا المكان لكن كسروا نافورة الميدان وحولوها لمقلب لمخلفات البضائع. معانا أستاذة سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة. مساء الخير أستاذة سمية. مساء الخير أستاذة منى، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. يعني كانت فين الدولة وكانت فين المحافظة لما كل ده حصل؟ أكيد ما حصلش بين يوم وليلة. أستاذة منى، هو الفترة اللي فاتت فترة الانفلات الأمني، يعني الحديقة كانت جميلة، كانت متنفس لسكان هذه المنطقة، بالإضافة إلى موقف أتوبيس كان في هذه المنطقة، فكانت الاستندات أو المقاعد اللي هي موجودة قدام حضرتك كانت بتمثل لهم مكان للراحة، إلا إن الانفلات الأمني في الفترة السابقة حول هذه الحديقة إلى هذا المنظر. لكن ان شاء الله مع عودة الامن والامان والاستقرار. طيب انتوا عملتوا ايه؟ يعني هل حملة عملتوا شكاوى، اتقدمتوا ببلاغات مثلا علشان الشرطة او المسؤولين يجوا يزيلوا هذا الاعتداء؟ انا توليت المدينة من تقريبا 8/12 وأتليت ميدان سابق قبل هذا اللي هو برضه ميدان البساتين، وكان برضه محتل من الباعة الجائرين، وبرضه بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديرية الأمن تم تنظيم حملة وتم إخلاء هذا الميدان. يعني كان في ميدان تاني تعرض لنفس الانتهاكات والاعتداءات وقدرتي انك وبالمتابعة مع الشرطة ومع إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية ومع الشغالات التابعة للإدارة الهندسية، يعني تم انتظام الباعة الجائلين في المكان المحدد لهم، والميدان الآن يعني يبدو بصورة جيدة، لكن إن شاء الله بالتنسيق مع أمن وسط المرافق بالوحدة المحلية تقوم حملة صباح باكر الثلاثاء وتستمر إلى الخميس لمدة 3 أيام لإخلاء هذا الميدان وغيره من الأماكن الأخرى التي فيها إشغالات، بالإضافة إلى حملة إزالات لبعض التعديات من المواطنين على أي شيء. فإن شاء الله. أستاذة سمية، اسمحي لي أسأل حضرتك، هل في أي استجابة من المواطنين لو وجهت لهم بعض حملات التوعية، نزلتوا التقيتوا بيهم ميدانيا؟ لأن بالتأكيد العبء الملقى عليكم ضخم جدا، وطول الوقت وسائل الإعلام والرأي العام بيتابع وبيشكل نوع من الضغط حتى ونوع من الرقابة الإعلامية على أجهزة الدولة التنفيذية وعلى الوزارات المختلفة والمحافظات إلى آخره، ولكن بالتأكيد هناك دور على المواطن نفسه. رأي حضرتك إيه في أهمية أن يدرك إلى حد ما أستاذ محمد، إلى حد ما بيستجيب، خاصة إن إحنا بنوفر به مكان. إحنا عندنا سوق البساتين أخلينا بعض الباكيات الخاصة به تمهيد لنقل الباعة الجائرين في ميدان الشعلة لهذا الموقع، بالإضافة إن إحنا بننشئ سوق آخر لاستيعاب يعني هؤلاء الباعة الجائرين، بإحساسنا بالمسؤولية دول مواطنين من أبناء لأنكم عمركم هننقلهم لمكان وما يسببوش مشكله ويبقوا هم يقدروا صحيح، لان المشكله مش هتتحل الا اذا اوجدت لهم بديل. يعني لو قمتوا باخلاء المكان من غير ما توجد لهم بديل هيرجعوا تاني او هيدوروا على مكان تاني او هيكرروا او هيحتلوا مكان تاني. صحيح. تم ذلك ان احنا يعني اخلينا مكان لتواجدهم فيه، بالاضافه الى ان احنا بسبب انشاء سوق اخر بنتابع انشائه برضه لتواجدهم فيه. طيب استاذه سميه،
نعم. يعني تكون المدينه في صوره جماليه وفي موضع مرضي ان شاء الله. طيب استاذه سميه، يعني الصور موضحه انه المكان مش بس محتل من الباعة الجائلين، لكن اتعرض لاعتداء كبير ومحتاج اعاده يعني بناء. حطيتوا تكلفه مبدئيه انه بعد ما تزيلوا الباعة الجائلين وتوجدوا لهم اماكن بديله، تكلفه اعاده احياء المكان هتتكلف قد ايه تقريبا؟ منى، يعني اكيد بالمجهود الذاتي اولا للوحده المحليه هتعتمدوا على المجهود الذاتي. التجميل بالاضافه الى يعني تعلمي ان نحن قررنا على شهر 2 او يعني نهايه العام المالي، فاكيد المخصصات الماليه وزعت على المشروعات الخاصه بها، فاكيد بالمجهود الذاتي هندخل ونطور هذا الميدان. اضافه لابد من وضع اعتماد مالي ليه وخطه مستقبليه للاستغلال والاستغلال الامثل، خاصه ان هو يقع في وسط البلده القديمه او منطقه البلده القديمه مع المسجد الكبير للقريه، فلازم يكون له يعني خطه للاستغلال والاستغلال الامثل. طيب هل هو ده الميدان الوحيد اللي يعني عليه هذا الاعتداء، ولا عندكم خطط لميادين اخرى او اماكن اخرى؟ هو ده الميدان الوحيد اللي تعرض للاعتداء، لكن في ميادين اخرى اكيد يعني محتاجه عندكم خطه او بسبب برضه تطويرها وتجميلها، بالاضافه ان هناك يعني ميادين نظيفه وجميله تلقى انطباع جيد من المواطن. نشكرك استاذه سميه، شكرا جزيلا.